العلاقة اللي تقلل منك، اللي تأذيكي نفسيا، اللي مخليكي مش قادرة أصلا تشوفي الحياة وحاسة إنك محبوسة في دايرة سودة مش عارفة تطلعي منها، اكسري الدايرة دي واخرجي. حطي نفسك في المكان اللي تستاهله. انت داخلة السنة الجديدة، أيا كان انت بتدرسي، بتشتغلي، بتعملي أي حاجة في حياتك، حطي الأهداف دي وامشي عليها. أول هدف هو إن أرجع أحافظ على صلاتي، لأن أنا حرفيا ماليش عين أطلب حاجة من ربنا وأنا مقصرة في حقه. فاللي بطلبه من ربنا سبحانه وتعالى لازم الأول عشان أطلب أو أدعي لازم على الأقل أدي الفروض اللي عليا، لازم أدي لربنا حقه، وده أنا مقصرة فيه وكلنا مقصرين والله. فده أول هدف في السنة الجديدة. تاني هدف إني أتعلم معلومة أشوفها راحة فين ألقطها وأجيبها. هسمع أكتر ما أتكلم، مفيش معلومة هسيبها تعدي مني، هسجل كل حرف يساعدني في النمو. كل ما أقدر أحطه من نفسي وأزوده لنفسي وما فوتش فرصة تزود من مستواي. مع التعلم مش بيقتصر على حاجة معينة، أو أنت أخدت شهادة يبقى سقف مستواك التعليمي أو سقف قدراتك أو مستواكي الذهني أو التعليمي تقف. لا، سيبي سقفك مكشوف، اطلعي اقري كتب. أنا مش براحتك، بس حرفيا الكتب اللي بتغير عقلية البني آدم. طوري مثلا من نفسك أي حاجة، أنت مش متخيلة، مش بحطلك حاجات خزعبلية. تالت هدف، هسمح لنفسي إن أغلط، علشان لما أغلط هتعلم، مش هجلد نفسي على الغلطة. طبيعي أغلط، كلنا بنغلط، بس الفكرة إن أنا استنتج الفايدة من الغلط أو الصح اللي استفدته من الغلط، لأني عمري ما هتعلمه طول ما أنا واقفة مكاني. لازم أغلط علشان أعرف أنا وقعت ليه وغلطت في إيه. هسمح لنفسي إن أغلط من غير ما أجلد نفسي، أكون على وعي إن أنا لازم أغلط. حطي ده على أي مجال اللي انت شايفاه ان انت حابه تضيفيه لنفسك في السنه الجديده، اسعي له وابدأي فيه. حتى لو ضفتي لنفسك كل يوم 1%، قليل مستمر خير من كثير منقطع. خلي ده مبدأ ثابت في عقلك. الناس اللي بتيجي في ايام تعمل طخ طخ، الشغف والتحفيز والطاقه بيحركوها ويسخنوها جدا جدا وتبدأ تكسر الدنيا في اول يومين. بعدها اليوم الثالث تلاقي مؤشر الطاقه والتحفيز عندها والاصرار والعزيمه وكل حاجه مش هيطلع تاني. علشان تنجحي وتحققي نتيجة، اوعي تتحركي بالشغف. الشغف ده ما بيأكلش عيش، ما بيأكلش عيش حرفيا. شغفي بيجي في ايام بيبقى شعلة نار، وايام تانية تلاقيه لمبة. لازم بقى تفهمي، ايام تعبك تكوني شغالة، ايام اجهادك تكوني شغالة، ايام الاريافة والقرف والخنقة وما بتبقيش حتى حرفيا طايقة النفس اللي بتتنفسيه لازم تكوني شغالة. في كل حالاتك لازم تكوني شغالة، تشتغلي، تستمر. استمرارك ملوش علاقة أبدا بوضعك ولا طاقتك ولا حالتك النفسية خالص لو عاوزة توصلي لنتيجة. فأنا عشان كده بقولك الشغف ما بيأكلش عيش. هو الشغف حلو ومطلوب بس ما بنعتمدش عليه. تمام. رابع هدف، إن أحافظ على صحتي حرفيا اللي بتقولي انتي سن 20 وانا سن 70. صحتي اللي حرفيا مش فاهمة هي فيها ايه، ما فيهاش بركة ليه. احافظ على صحتي، احافظ على وزني، مش علشان حد، احافظ على نظامي الغذائي، احافظ بقدر الامكان على المشاكل اللي انا بعاني منها او المشاكل الصحيه اللي عندي. احاول قدر الامكان ان انا اتجنب ان انا ازود المشكله منها، ازود اكتر. بس تكوني على وعي ان ده بتقدميه لنفسك كنوع من انواع التقدير والحفاظ على صحتك اللي لو راحت مش هتلاقي غيرها. تاني حاجه، ان مفيش حد هيتاذي غيرك ولا هيتألم غيرك. تالت حاجه، ان ربنا سبحانه وتعالى هيسألك عليها. رابع حاجة بقى، ان انت حابة تكوني بصحة جيدة عشان تقدري تكملي. وانت عمرك ما هتقدري تكملي ولا تستمري طول ما انت تعبانة. فعلشان تقدري تستمري وتمشي وتحققي الاهداف اللي عندك، بصي ركزي قوي على صحتك. خلي بالك من وزنك، مش علشان تلبسي، مش علشان ترضي حد او تكوني جميلة في عين حد. انسي كل ده، احنا كبرنا كده بقى، نضجنا. تمام. الحاجات دي كلها تكون اخر اولوياتنا. احنا عايزين نكون بوزن كويس عشان صحتنا، عشان نقدر نتحرك، علشان نعرف بعد كده نعيش، ما نكونش عندنا امراض مزمنه. كل ده انت هتكتشفيه قدام. فحابه تقدري وتحافظي، لازم تسستمي وتبداي من وانت صغيره، لان العادات الغلط بعد كده بتلاقي فيه وراها نتائج او اثار انت ما كانتش في خيالك اصلا. وطبعا ان كنت هتاخديه بالحرمان عمرك ما هتستمري. لازم تقدمي لنفسك كنوع من التقدير والخوف والحفاظ عليها، انك مش حابه تستمري اكتر من كده. ستوب،
نعدل طريقنا. حافظي على أكلك ونظامك الغذائي، على نومك، علشان تقدري تحققي الأهداف اللي انت حاطاها في دماغك. خامس هدف يكون أساسي معاكي في 26، إنك مش هتقبلي لنفسك أي وضع ما يليقش بيها ولا مكان ما يناسبهاش. تحطي حدود لكل حاجة تقلل منك، تعرفي قدرك كويس جدا وتحاولي تحفظي مكانه. تمام، انت داخله السنه دي ان شاء الله بتعاني من علاقه مؤذيه جدا في حياتك، مش قادره تتخلصي منها. حولي بقى عقلك كده واظبطي لي الدنيا، واعرفي ايه في العلاقه دي انت وضعك فيها عامل ازاي. حددي كده المواقف وسيستمي الدنيا، واعرفي كويس وحددي العلاقه دي بتعمل فيك ايه، وقرري قرار حاسم يغير مسار العلاقه دي. اعذروني انا لساني ساعات بيلف على نفسه كده، لو حد عنده الحته دي يقول لي انا لساني، قولي لي اعمل فيها ايه. لساني ساعات، هو انت بتقولي كلام بس لسانك بيروح لافف كده عامل كده معوج. ما علينا. يا جماعه العلاقات المؤذيه حرفيا ما بينوبنا منها غير المرض، والله ما بيجي من وراها غير المرض. حرفيا احنا بنكون في علاقه بتستنزفنا ومفكرين ان احنا ما ينفعش نخرج منها. لا ينفع، والله كل حاجه ينفع. معلش سلامك النفسي وطاقتك وصحتك ما تحطيش قصادهم اي حاجه، دول لهم الاولويه. فالعلاقة اللي بتستنزفك اكسري الدايرة واطلعي منها. سادس هدف، كتري الخير في حياتك. أحلى إحساس في الدنيا لما يبقى عندك حاجة أنت بتعمليها وحاسة إنك بتقدميها لربنا، تبقى صلة بينك وبينه من غير ما حد يعرفها أبدا. أنت عارفة إن دي الصلة اللي بتقولي لربنا من خلالها أنا نفسي في كذا وكذا وكذا وكذا، أنا بسألك بكذا وكذا وكذا وكذا. دي كتري منها قوي. اعملي حاجة تكون خير وصلة بينك وبين ربنا، وشوفي هتعمل ايه في حياتك. هتغير حياتك حرفيا بجد، لان انت كده بتعملي وصلة سرية اللي هي بينك وبين ربنا. كل ما هتتقربي له خطوة تقرب لك مشوار. كتري من دي قوي، وشوفي انعكاسها هيكون عامل ازاي على حياتك، على شخصيتك، على اصلا انطباعك قدام الناس. سادس هدف، كوني ممتنة ليكي، لطاقتك، لشخصيتك، لاسلوبك، لعقلك. كوني ممتنة لنعم ربنا، لستره عليكي، لكل حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها ووجدها ليكي علشان مسخرة ليكي انت ولمساعدتك. الشجر اللي حوالينا اللي انا لما ببص له بحس براحة نفسية وبحس بهدوء وسلام نفسي. كوني ممتنة لوجوده، للخالق سبحانه اللي وجد فيه الراحة بمجرد ما تبصي له. كوني ممتنة لكل حاجة حواليك. الامتنان حرفيا بيصفي الروح، بجد الامتنان بيقتل أي سخط جواكي لأي حاجة، خليكي غصب عنك بتتحملي أي حاجة، شايفة من كل حاجة بتحصل لك خير. الامتنان بيقتل الاكتئاب. ممتنة لكل نعم ربنا، ربنا حاسة إن ربنا حوطك بنعم كتير، وغير كده أنعم عليكي بشخصية استثنائية، شخصية عارفة قيمتها كويس. كوني ممتنة لكل حاجة ربنا ميزك بيها. سابع هدف، اقفلي أي باب يجيلك منه الوش، مع تجنبوا القعدات الوحشة، الصحاب اللي مش تمام، تجنبوا أي حوارات كتير. كل دي حوارات وحاجات وطاقة بتسحبك وتشدك لتحت. يبقى انت مركزة في هدف معين، ممكن تلاقي حوار أو أي حد أو شخص بتاع حوارات في حياتك وملوش لازمة كده، تبص تلاقيه جاي سحلك في حاجة معينة أو حوار معين شدك فيه، عطلك عن هدف كنت المفروض هتحققيه النهاردة أو بكرة أو المفروض هيتحقق كمان شوية، أو أصلا بتمشي في خطوات في حاجات معينة خدك في حواراته. تجنبوا الأشخاص اللي ما وراهاش غير المشاكل والقرف والتعب والخنقة والحوارات. الأشخاص اللي ما فيش وراها أصلا إفادة، هي موجودة في حياتك بس علشان تعطلك. كل ده اشطبي عليه، اشطبي عليه خالص كده. الباب اللي يجيلك منه ريح اقفليه واعملي له كلو بقفل المفتاح كده، وحطي سلسلة عشان ما يعرفش يدخل تاني. الهدف بقى الأخير واللي المفروض أصلا يكون على رأسهم، لأن ده اللي هيغير طريقة تفكيرك، إنك تتقبلي نفسك بكل ما فيكي. إحنا مفيش حد فينا اتخلق كامل، ولا ربنا سبحانه وتعالى هيخلق حد كامل. الكمال لله وحده. إحنا كلنا فينا عيوب، مليانين عيوب، لولا ستر ربنا ما كناش هنعرف نبص في وش بعض. فانت كوني عارفة كويس قوي ان انت مش مفروض تكوني مثالية، اصلا مفيش حاجة مثالية. المثالية وهم، والكمال وهم. ان فضلتي تسعي له حاجة في حياتك ولا هتحبي نفسك ولا اصلا هتوصلي لحاجة. فما تطلبيش من نفسك
اكتر من اللي ربنا اداهولك. ما تطلبيش من نفسك طلبات خزعبليه ولا توقعات عاليه قوي عشان ما تكسريش عزيمتك، ما تجلديش قوي في نفسك. كوني واقعيه جدا، كوني واقعيه. شيماء هتقدر تعمل حاجه الفلانيه؟ هتقدر. مش هقدر؟ مش هقدر. غلطت عادي، عادي بقى، دماغي بتجلي ساعات. غلطت، ايه اللي فيها؟ نصحح الغلط. برجع لمخي تاني وارجع اظبط الزوايا وارجع تاني شيماء العاديه. ساعات بتيجي جالي مني في حتت معينه كده، برجع بقول هو ايه ده، وانا كنت دماغي فيها ايه وقتها، ولا عامل ايه وقتها، ولا دماغي لفه ازاي، وارجع الف تاني واظبط الدنيا ودماغي ترجع مكانها. ساعات بحس ان هي سافرت وشويه وراجع. عادي، كلنا كده. لازم تكوني عارفه انك مش حد كده مكتوب بمواصفات قياسيه مفروض ان انت تكوني عليها. لا، قللي توقعاتك عن نفسك شويه. اخر هدف، وده اللي بقولهولك اصلا لان ده هو اللي هيساعدك تحققي كل اللي احنا اتكلمنا فيه في الاول. حبي نفسك، حبي نفسك يا انتصار. هي تستاهل ان هي تتحب. صنع ربنا سبحانه وتعالى. ما تتحبش ازاي؟ عشان تكوني في وسط الناس ليكي هيبه وليكي كاريزما وليكي قدر وليكي هاله خاصه، الناس تحسها اول ما تشوفك. ده كله بينعكس من جواكي. علشان كل ده يظهر عليكي لازم يكون جواكي اصلا. حبي نفسك، قدري نفسك، اعرفي قيمتها كويس. لان مستحيل حد هيقدر قيمتك ولا يحسها الا لما تكوني انت حاسه بيها. فده انت هتقدري تعكسيه للناس، وعلى سلوكك وتصرفاتك وعقليتك. بناء عليه الناس هتحس بده وتحترمك وتعاملك بنفس ما بتعاملي نفسك. الاحتقار يا جماعه والتقليل بيبدا من جوه، ان هو اصلا مش حاسس جواه انه مقدر نفسه، فازاي هيخلي الناس تقدره؟ ولا ازاي اصلا هيحط حدود للاشخاص اللي ما بيعرفوش يعني ايه تقدير؟ لا ستوب، انت ما ينفعش تكون في حياتي اصلا. فحبي نفسك وقدريها علشان تلاقي ده ينعكس عليكي في وسط الناس. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. التليفون هيفصل شحن، فقبل ما تنهي الفيديو اعملي سبسكرايب، خلي القناه تكبر كده وتوسع وتبقى حلوه ومليانه ناس كتير عشان نقدر نتكلم مع بعض، نحس ان احنا اسره مع بعضينا. تمام. وما تنسيش تعملي لايك وكومنت حلو زي كده تقولي فيه اي حاجه، او حتى تقولي لي عايزه الفيديو الجاي يكون عن ايه. باي.